يطارد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جوزيه بلاتر كابوس الاستعانة بالتكنولوجيا في مباريات كرة القدم بعدما كثرت الأخطاء الكارثية من أصحاب البدلات السوداء، وزيادة الضغوطات من وسائل الإعلام ورؤساء الاتحادات لتبدد العديد من الأحلام بسبب صافرة مستعجلة أو متأخرة، وتحتفظ ذاكرة المشاهد بأخطاء كارثية حولت مسار بطولات من منتخب لمنتخب، ويتصدرها هدف الإنجليزي جيف هيرتز في مرمى ألمانيا بنهائي 66، ويد الأرجنتيني دييغو مارادونا التي قتلت إنجلترا في مونديال 86، ويد هنري أمام إيرلندا، وهدف لامبرد أمام ألمانيا رغم تجاوز الكرة للخط. في مباراة الجيش مع السد القطري في دورة المرحوم عبد الله مشاري رمضان أمس حضرت التكنولوجيا بقوة وأنقذت الحكام من حرج في إلغاء هدف صحيح أثار جدلاً واسعاً لولا نظرة أحدهم السريعة لشاشة الصالة ومشاهدة الإعادة واعتماد صحة الهدف.